اللي هو انا عملت عمله زمان ومش قادره اسامح نفسي عليها، او انا عملت خلاص زي اللي عدى عدى. ما هو سامحي عشان نقدر ننتقل الى المرحله العاديه ثم الايجابيه ثم قمه الايجابيه. اسامح نفسي ازاي والتولز ايه؟ اصبري هنتعلمها مع بعض. الاحساس بتاعك ايه؟ بليم، بلوم مين؟ بلوم نفسي. اوكي، قريبه شويه لكن لسه اعلى من الذل شويه. طب الحياه عامله ايه؟ انا شايفاها الحياه عباره عن كعبله شر كده، كعبله شر، الناس شر، ان هي حاسه بالجلد فمش قادره تشوف اي حد تاني غير ان هو شراني، او حاسه ان هي شرانيه، او حاسه كل دي وهم، كل دي المخ بيلعب علينا لعبه. هنفهم بقى المخ كويس قوي ليه بيحطنا في البارادايم ده. بعد كده رقم 50 الخمول، الاباثي، اليأس. الاحساس بتاعك بيبقى يأس. الحياه ايه؟ ميؤوس منها. هنا بقى تيجي ولا تيأسوا من روح الله. اوكي؟ وبعدين بعديها الأسى، الجريف، الحزن، فقدان حبيب، فقدان شخص، ابتلاء معين، فقدان أمان، فقدان فلوس، فقدان أي حاجة. ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فمستوى اللي قبل الصابرين ده اللي هو الناس اللي وقفت في حال اللي ربنا قال لك ولا نبلونكم، يعني هيحصل لك يا ياسمين، هيحصل لك يا زينب، ده وعد رباني. نقص من الأموال والخوف الأول، وكأن الخوف أصعب من نقص الأموال. تخيلي، وكأن الخوف أصعب من نقص الأنفس. ليه؟ لأنك لما بتخافي you lose your conscious ability to think. خلاص الدنيا كلها مش عارفة تتصرف ازاي، يا رب خدني بقى وخلصني. لأن إحساس الخوف ده بيعميكي، صح ولا غلط؟ عشان كده إحساس الخوف، هنيجي بعد كده ناخد مستويات المشاعر. إحساس الخوف بيولد حزن بعد كده، أو الحزن كمان بيولد خوف، وهم دي replicate each other. فربنا قال لك هو وعدك يا كل الناس اللي موجودين ولا نبلونكم بشيء وكمان ده شيء. شفتيش الخوف اللي على عينه بقى ما شفتيش الخوف كله. اوكي، بشيء من الخوف والجوع. يعني جوزك هيمشوه من شغله، هيمشوكي من شغلك، هيبقى معكيش غير 100 جنيه تعيشي بيها. اوكي، ونقص من الاموال ونقص من الانفس. الانفس ايضا علاقه كنت موجوده فيها واتفصلت عنك، او انفس حد كان عندك وتوفاه الله، ربنا سبحانه وتعالى اختار ان امتحانه يخلص. والثمرات، رزقك، بيتك، حد فجاه اخذ بيتك منك. ايه ده بيتي؟ ايه ده؟ ما عنديش اي بيوت، مش عارفه اقعد فين، هعمل ايه؟ العيال هربيها فين؟ ونقص من الانفس والثمرات. في الاخر قال لك ايه؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني يا رب مشاعري والانفس والممتلكات وكل حاجه انت قايلها في الايه دي ما هي بتاعتك اصلا، هتاخدها وقت ما تاخدها. فعشان كده بشر الصابرين. اللي بيبشر الصابرين بقى اللي هم قالوا يا رب دي بتاعتك رجعها لي وقت ما تحب، او خدتها يا رب انا راضيه، يا رب لو خدتها انا راضيه، خدت مني امي، خدت مني حد، خدت مني ولادي، خدت مني صحتي، خدت مني كذا، خدت مني فلوسي، خدت مني كذا، يا رب ما هي بتاعتك اصلا، ما انت اللي مديها لي. هو انا هخاف ليه بقى؟ عشان كده حط لك الخوف الاول. ها؟ وبعدين في الاخر قال لك ايه؟ مين دول بقى اللي عندهم الصبر هي دي منهج السعاده بقى اللي احنا عايزينه. قال لك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. يعني ايه صلوات؟ يعني على طول صلوات، حواليكي حشد من الملائكه دعمك، موقفك، يجيب لك حد في طريقك وتقولي يا ده انت كنت مستنيه الفرج يجي من باب معين يفتح لك 50,000 باب انت مش شايفاه، بس باليقين يا جماعه، باليقين. هو ده منهج السعاده اللي احنا عايزين نوصل له. مش ان انا ابقى هي اللي مش هاشتك ولقيت الطبطبه، لا، هنلاقي الطبطبه بس نلاقيها من ربنا الاول، نشوفها الاول من ربنا سبحانه وتعالى. اوكي، بعدين هنشوفها في البشر، هنشوفها في الخير، هنشوفها في الكورس، هنشوفها في نفسنا، هنشوفها في اللي حوالينا. اوكي، طيب ايه اللي ودانا هنا؟ نروح لرقم 100 الخوف. شفتي الخوف صعب ازاي؟ لسه في منطقه الخطر. اوكي، الحياه بالنسبه لك ايه؟ مرعبه، مش عارفه هتحمل الضغوط دي لغايه امتى، مش عارفه هحس ان everything is out of control دي لغايه امتى. هوكنز بالنسبه له عايزين ننتقل تدريجيا من الاحمر للاورنج، ثم من الاورنج للاخضر، ثم من الاخضر للازرق، لغايه ما نوصل للاصفر الفسفوري اللي فوق ده، مرحله التنوير. اوكي، بعدين عندك الشهوه. طب الشهوه بعد الخوف ليه؟ الشاطر يقول لي. يلا افتحوا المايكات. مو هي من السيلز؟ الشهوه بعد الخوف ليه؟
لانه لما يروح الخوف الشهوة تسيطر ممكن ممكن والعكس. لأنه بس من السنس كمان. ان هي it's making me going back to my body. انا في صعب، لأنه صعب السيطرة عليها يمكن. لا مش حكايه صعب، هو احنا كل ما نطلع فوق كل ما يبقى احسن وافضل. معنى ان الشهوه يمكن على الأقل إلنا نفس على شيء يمكن. ايوه الله يفتح عليكي، سقفه كبيره الى على الاقل. يلا 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 ثانك يو. اوكي طيب. بعديها الغضب. تخيل ان الغضب احسن من الخوف. ليه؟ لان في طاقه متحركه، يعني في احساس جواكي بالغضب. انا I want to take my right، انا عايزه اخد بحقي من فلان الفلاني، او انا عايزه اخد حقي في الحياه. انا عايزه على الاقل عندك طاقه، على الاقل عندك انرجي. البطاريه بتاعتك مش 20، بطاريتك في الغضب 150. حلو زي الفل. كملي بقى، خشي على اللي بعديها. بعديها قال لك الكبرياء. الكبرياء يعني لسه عندك احساس ان انت كويسه برضه، ما عندكيش الجريف ان انا فقدت نفسي. اي نعم هو مش حلو، هو لسه خطر. شايفه الحياه ازاي؟ الحياه كومبيتيشن وغيره. مش اي حد يقدر يعمل كورس زيي في الدنيا، مش اي حد. مفيش كومبيتيشن، انا اللي فاهم وانتم محدش فيكم فاهم اي حاجه خالص. ده اسمه كبرياء. ده ليفل 175، يعني ليفل خطر. فممكن حد يبقى حكيم وعنده علم لكن ستك في ليفل الكبرياء. واي؟ بيكوز هو لسه ما عندوش الحكمه والرغبه والحب والفرح والسلام، اني عايزه كل الناس تستفيد وهكذا. رايت؟ طيب نتنقل بقى للمرحله اللي بعديها. يا رب انا عايزين نوصل للاورنج. الاورنج ابتدى يبقى عندي شجاعه، انا قررت اواجه نفسي. واي ثينك ان انتوا كلكم معانا مع الدين الاحمر، لان انتوا عندكم شجاعه انكم تحضروا كورس زي ده. واحده اسمها ياسمين ما تعرفوهاش، وقالت لكم ايه كمان؟ ان الكورس 24 سيشن. شوف يا اخي، شوف يا اخي الافتراء. 24 سيشن، وايه كمان بالليل، يعني اللي بتوع دبي هنقعد لغايه الساعه 10. فدي مش شجاعه ولا مش شجاعه؟ انتوا كلكم 200 اند اباف ان شاء الله يا رب، ويمكن اباف بكتير، يعني ان عندكم الشجاعه. فبالنسبه لك الاحساس ايه؟ انا بس بدور على الافرميشن، انا عارفه حاجه بس بدور. طب الحياه بالنسبه لك عامله ازاي؟ هي معقوله، هعقلها ان شاء الله، يعني هظبطها في مخي، هتيجي. المرحله اللي اعلى منها ال 250 الحياد، بنسميها الحياد. يعني ايه؟ نيوترال. طب التروما اللي حصلت لك في سنه كذا كذا، اخبارك ايه تجاهها دلوقتي؟ بصي انا ما بقتش احزن قوي، بس بقيت نيوترال، ولا انا سعيده بس انا نيوترال. ده احساس حلو، ده بدايه التشافي. النيوتراليتي بدايه التشافي. اوكي؟ ليه؟ لان ابتدى يكون عندك ثقه ان انا مش هندرج تاني، مش هرجع تاني للحزن والخوف الرهيب اللي كان عندي. الاحساس عندي شويه ثقه، تراست في نفسي بقى. طبعا الاولى يبقى تراست في ربنا سبحانه وتعالى. اوكي؟ الحياه ايه؟ مقبوله. لسه انا مش سعيده خلي بالك، بس I am neutral. هو انا كنت بظن العكس. كنت بظن دايما ان انا لما ابقى نيوترال اللي هو خلاص الموضوع مبقاش لا يضايقني ولا يفرحني ولا اي حاجه. دي مش حاجه حلوه. لا دي حاجه جميله جدا، يعني زغرتي يا ام احمد ان عندك نيوتراليتي، دي حاجه حلوه قوي. دي بدايه التشافي. اوكي؟ التوك كويس تايم. بس مين اللي اتكلم؟ دايما شايفه ان انا كده ندى. ايوه يا ندى، هلا والله بيك يا ندى. لا دي بدايه التشافي يا ندى. الف مبروك لو وصلتي لمرحله النيوتراليتي. الف 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 مبروك. تقريبا انا عندي مشكله ان انا ما اوصلهاش في كل حاجه، يعني في حاجات ده طبيعي، ده طبيعي، ده طبيعي. دي فيها وحاجات تلاقيني في، يعني انا ما فهمت في الاحمر بالظبط. صح، ممكن انا حسيت طب انا مين؟ بالظبط. انا بنت مين يا دادا؟ دادا دودي. بصي لو في فرق بين نيوتراليتي واني اكون نم. ثانيه واحده هقول لك. خلينا بس نقول على حته ان هو في اوقات انت هتلاقي لو مسكتي مجالات حياتك المختلفه، ممكن واحده تلاقي نفسها في العلاقات في منطقه الخطر، في شغلها في منطقه الاخضر، اوكي، مع نفسها في منطقه الاورنج، وهكذا مع ربها في منطقه الازرق. لا احنا عايزين نوصل لدرجه ان احنا مش شرط على الاقل ما نبقاش احمر في كله، او نتخطى الاحمر. فاحنا هنركز. فيا ندى دلوقتي عايزاك تركزي على المنطقه الحمراء بس دلوقتي، سيبك من اي مجال تاني. اوكي؟ انا في حاجات فيها جواها برضو كتير. أيوة. يعني يبقى هنحط ايدنا عليها. يعني the point is ان انا عندي ممكن تلاقيني في حاجه في الحته دي وفي حاجه في حته، يعني حاجه ده طبيعي، ده بشر. انا كمان كمان نفس الحاجه، بس you will take your time. بعد كده هنهايلايت ايه الجزئيه اللي عايزه اشتغل عليها. هضحك عليكي لو قلت لك ان هنشتغل على كل حاجه بحيث ان اوصلك للازرق. مش انا اللي بوصل حد اصلا، عامه هو ربنا سبحانه وتعالى، وعزيمتك انت اللي هتوصلك باذن الله. بس اختاري شيء واحد تطبقي عليه. اول لما تحسي ان طبقتي عليه، المكنه طلعت قماش في جزئيه معينه، هيجي لك الامباورمنت، تتحولي من الاحمر
يبقى بينك شويه يخش على الاورنج وهكذا.